والنية الصالحة في العمل نية نفع النفس ونفع الغير. يعني ما تطلع على متجرك أو على عملك، وظيفتك، بيعك، شراءك، تنوي نفع نفسك وتنوي نفع الناس، أن يكون مشروعا في ذاته، أن تنوي به النية الصالحة، أن تتقي الله عز وجل بهذا العمل، وأن تحكم شرع الله فيه، تكون رحيما بخلق الله، لا تكن غاشا لهم أو محتكرا أو غير ذلك، أن تحكم شرع الله في عملك. والأمر الرابع ألا يلهيه هذا العمل عن أداء واجب. يعني إذا كان هذا العمل يلهيك عن أداء طاعة واجبة، تأخير صلاة أو لا سمح الله تركها، فيصبح هذا العمل إثما ومحرما. إذن أولا أن يكون هذا العمل مشروعا في ذاته، وأن تصاحبه النية وهي نفع النفس والغير، وأن يحكم فيه شرع الله وحدوده، وأن لا يلهيه عن طاعة واجبة. ولقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم شاب جلد قوي منطلق إلى عمله زراعة أو تجارة الله أعلم، فقال الأصحاب ممن تحلقوا حوله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو كان نشاط هذا في سبيل الله، إنه هالقوة وهالنشاط وهالبدن القوي لو أنه يصرفه في الجهاد في الغزوات. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى هذا الإنسان على ولده صغارا فهو في سبيل الله، يعني فهو كالمجاهد في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بثواب المجاهدين. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن الحرام أو المآثم، أو يعني يمد يده للناس، فهو في سبيل الله. ثم قال وإن خرج يسعى مفاخرة ورياء ومكاثرة مشان يزيد المال فهو في سبيل الشيطان. إذن العمل عبادة والله مأجور عليها الإنسان،